يا عمي انا بشوفه افضل لاعب تاريخ اسيا، شو مفهمك انت؟ يا عمي انتوا نافخين وهو ما بيستاهل اصلا. طب خلينا نسأل عليه. يا حبيبي انت وياه انا مو فاضي لكم، بدي اروح اعمل مدفوس. حل لنا الموضوع وروح كمل طبختك. خلص اوكي اوكي، راح احل لكم الموضوع. انا علي، وهذا عينك ميزانك. اول لاعب معنا على الميزان هو لاعب توتنهام السابق هيونغ مين سون. سون لعب مع توتنهام 454 مباراة، سجل فيهم 173 هدف و101 اسيست، يعني ارقام مش بطالة. طبعا بطولة اليوروبا ليج الأخيرة كانت الوحيدة بمسيرته، مع وصافة مرة للأبطال ومرة لكأس آسيا مع كوريا. سون فاز بجائزة أفضل لاعب آسيوي 4 مرات من الاتحاد الآسيوي. بعد هدفه الشهير ضد بيرلي ب 2019، مورينيو حكى بعد المباراة: ابني دائما بيناديه سونالدو، بس اليوم هو سونالدو نازاريو. وب 2020 سون فاز بجائزة بوشكش عن هذا الهدف. في صحيفة بآسيا بتشبه فرانس فوتبول اسمها تايتن سبورت. تايتن سبورت فوزت سون بجائزة أفضل لاعب آسيا 9 مرات. طبعا السبب انه ما في غيره بيلعب اسيا. جيمي كاريجر مره حكى: سون من افضل اللاعبين بالدوري الانجليزي من حيث الانضباط والالتزام، والصراحه انا بتفق معه. من ناحيه التهديف كنا بنعرف انه سون اخذ هداف الدوري الانجليزي مره واحده وكان معه صلاح. وعلى سيره صلاح، يورجن كلوب مره حكى انه اكثر لاعب ندم انه ما وقع معه هو سون بعد كل هالمسيره. بما انه عينك ميزانك، سون لاعب اوفر ريتد ولا اندر ريتد؟ اكتبوا لي رايكم تحت، ومين اللاعب اللي حابينه المره الجاي، وانا رايح اكمل الطبخه. سلام.